ما تقربش من قلوب المصريين وتعك فيها، ما تقربش من قلوب المصريين وتجرح فيها. لا انت مش هتطلع سليم يا احمد يا مراد ويا مروان حامد. ما تخربش وما تجرحش في قلوب المصريين بالطريقه اللي انت سوقت بيها سمعه وسيره سيره الغناء العربي. حاول تطلع منها سليم. لا مش هتطلع منها سليم. سيناريو الفيلم طبعا كاتبه الكاتب الروائي الموهوب احمد مراد. احمد مراد انا بحب اعماله، يعني هو راجل او كاتب روائي يعني موهبه جامده، موهبه كبيره، يعني الكل يعترف بهذا. فالاسماء اللي كانت مطروحه في الفيلم احمد مراد، مروان حامد، ادى ثقل للتوقعات. فيمكن التغطيه الاعلاميه للفيلم اثناء الشوتينج واثناء التصوير ما كانش كتير، فكانش فيه تسريبات. كناش نعرف مثلا ان منى زكي هي اللي هتقوم بدور ام كلثوم. انا اتفاجئت لما سمعت منى زكي، يعني في التريلر مثلا سمعت، ده كان اول مره او قبل التريلر بشويه سمعت ان منى زكي بتعمل ام كلثوم. انا بالنسبه لي انا ده كمصري راجل بيحب ام كلثوم، ده كانت مفاجاه. ولكن ايماني بان مروان حامد مخرج جامد، ومخرج يعني مش بيخش اي عمل ولا اي مشروع سينمائي لو عارف هو بيعمل ايه. فقلت هي اكيد هتطلع بصوره مقنعه ومقبوله، لان المشرف على الاخراج هو مروان حامد والكاتب هو احمد مراد. دول اسمين تقال، فمش معقوله يعني يتسلل اليك الشك في ان منى زكي هتكون يعني ادائها مقنع. لما شفت الفيلم انا اصابني ذهول. الفيلم سيء للغايه على مستوى السيناريو والكتابه في المقام الاول. انا في ناس طالعه من الفيلم، يعني في ناس مثلا على السوشيال ميديا والتيك توك والانستجرام والفيسبوك، خاصه الشباب الصغير، يطلع يقول لك ده فيلم جبار، ده فيلم حكايه، ده فيلم ممتاز، ده في فيلم ده حفله باريس دي كفايه، ده الدخله دي مش عارف ايه، ده المزيكا. الناس دي طبعا ما عندهاش خبره سينمائيه، والناس دي بتنبهر بعناصر الابهار اللي هي المونتاج مثلا، المزيكا، الايقاع في الفيلم، تغيير الايقاع، تغيير الالوان، الريتم السريع في الكاتنجز والقطعات وكده. بس مش ده اللي بيعمل فيلم جيد، مش ده اللي بيعمل فيلم له بصمه. مش التكنيك والحرفنه هي اللي تعمل فيلم. هو طبعا التكنيك مهم، بس التكنيك لازم موظف يشتغل على حاجه مهمه قوي، يشتغل على ورق، يشتغل على قصه، يشتغل على فكره، يشتغل على سيناريو، يشتغل على فكره الفيلم بيحاول يبلورها سينمائيا. في فكرة تم الدفع بيها من خلال معالجة أم كلثوم الإنسانة. ولكن للأسف الفيلم لما حب إنه ما يبقاش تقليدي، أنا مش هدفع هنا نظرية المؤامرة، أقول إن دي مؤامرة على رمز من رموز مصر، لأن الفيلم سيء للغاية. ولكن أنا هحاول أجد عذر لأحمد مراد ومروان حامد. هم كانوا شايفين إن هم لو دخلوا وابتدوا يلمسوا الحياة الشخصية للمرأة اللي اسمها أم كلثوم، في حياتها، في بيتها، مع عائلتها، مع أصدقائها، مع حياتها الشخصية في زيجاتها وخطوباتها كده، والتعرض مثلا ليها في الفترة دي وفي الزاوية دي، الزاوية الإنسانية دي اللي ما نعرفش عنها كتير، ده يمكن يكون عمل سينمائي مبهر. يعني كان ممكن لولا سوء النية. أنا شايف فيه سوء نية لإبراز الجانب الإنساني من أم كلثوم في شكل سلبي للغاية. يعني ناهيك عن اللي اتقال طبعا واترمى على السوشيال ميديا، الناس صورت على اساس انها بخيله، وان هي كانت بتدخن، وان هي مش عارف كانت غليظه في المعامله مع العازفين ومع قرايبها كل ده صحيح. يجي احمد مراد في مقابله مثلا مع لميس الحريري يقول لها والله احنا مش بقى، انا ما قلتش حاجه، ما كانتش موجوده. بتقول له انا مثلا يعني اسأني جدا منظر السيجاره اللي كانت ماسكاها ام كلثوم في الفيلم. لا والله انا ما جبتش حاجه من عندي وانا شايفها كده. انا مش بتكلم على التدخين، يعني لو كانت في مشهد او اتنين ام كلثوم بتدخن فيها دي مش جريمه. انما اللي انا شايفه اللي هو فعلا يعني صادم ليه انا من صناع فيلم الست، ان هم داخلين على هذه الشخصيه وعندهم سوء نيه مبيته.
انت لا يعني احنا في صناعه في صناعه الافلام وفي كتابه السيناريو، انت لما تيجي تعمل بتبني شخصيه من الصغر، تقعد تعمل لها يعني سلوك شخصي كده يبرز جوانب في شخصيتها، بيبان من الصغر، بيبان من الصغر. انت لو عايز تطلع ام كلثوم انسانه مستغله وانانيه وبخيله وغليظه وكئيبه ومتكبره، ده لازم يترجم من اول الطفوله. يعني هو لعب على تيمه الانانيه، ان الشخصيه دي انانيه وانتهازيه وطماعه، عندها جوع ان هي تغرف من المال والنفوذ والسلطه، جعانه سلطه، جعانه فلوس، عندها جوع تجمع الفلوس، جوع للسلطه، في شهوه كده للمال والسلطه، يعني بعد جوع. يعني في مثل مصري يقول لك شبع بعد جوع. هو عايز يبرز المثل المصري ده في ام كلثوم، شبع بعد جوع. يمكن ما اتشبعتش في الفيلم. انا عشان ما اظلمش احمد مراد ومروان، هوريكم بس ان ام كلثوم 5 سنين وهي او 6 سنين وهي بتغني في الموالد التواشيح، كان ابوها الشيخ اللي بياخد الاجره وازازه كازوزه عشان البنت اللي بتغني، وكان معاها اخوها بيساعد ابوها بانه يعني بيضرب على الدف، بيدق على الدف. ففي مشهد هم رايحين يحيوا ليله في الارياف، بيقول له هات الكازوزه لام كلثوم، بتاخد الكازوزه. اخوها طبعا الكازوزه دي كانت حاجه يعني في بدايه القرن العشرين حاجه كبيره قوي يعني بالنسبه للاطفال، ف بتاخد الكازوزه تمسكها يعني بتاعتها، طبعا عايزه تشرب منها، فاخوها بيروح نغزها كده، يعني يقول لها اديني شفطه، فاخوها بيروح زقها كده يقول لها انا عايز ببق مثلا اديني شفطه، تروح زقاه تقول له لا مفيش، فابوها بيتكلم وهي ما تنفع في الكازوزه، تيجي تاخد بق تاني، فاخوها يروح شاددها يقول لها اديني بق، تروح عامله ايه بقى؟ لا ركز، دي بقى ما حدش اتكلم فيها ولا حد واخد باله. راحت ام كلثوم اللي هي الطفله اللي عندها 5 6 سنين تاخد ازازه الكازوزه وتبصق فيها، تف فيها عشان اخوها ما يشربش منها. طيب انت بتبني شخصيه، انت بتقول لي هتعرض للانسانه، يعني دي بدايتك، ده مدخلك، ده بابك لشخصيه ام كلثوم، طفله بتفضل انها تف في ازازه الكازوزه على ان تدي بق لاخوها، يعني عشان اخوها ما يشربش منها بتبصق فيها عشان ما يقربش منها. التصرف ده يقول لك ايه؟ انت بتبني شخصيه هنا، يقول لك ايه؟ انها انانيه جدا، عنيفه جدا، قاسيه جدا، مفيش حنيه، مفيش تعاطف، والنظره العامه اللي بتنشا بيها من الصغر انتهازيه وانانيه. اول ما توصل لمصر القاهره، النظره اللي في عينيها عينين منى زكي، طبعا عينين منى زكي بعيده خالص عن ام كلثوم. ام كلثوم كانت مشكلتها كلها في عينيها، لان ام كلثوم كان عندها نشاط زائد في الغده الدرقيه، كان عندها حاجه اسمها جويتر. النشاط الغده الدرقيه ده كان خلى جحوظ، عمل جحوظ في عينيها، فعينيها كانت جاهزه منذ فتره يعني عندها 30 سنه و40 سنه كان عندها عشان كده كانت بتلبس نظاره سوداء. هي مش بتلبس نظاره سوداء عشان هي متعجرفه، عشان عينيها كانت في اخر ايامها كمان كانت جاهزه جدا وابتدت تحول، شكلها مرعب. انت مش عايز تتطرق للناحيه الانسانيه، ما انت تتطرقتش ليه للناحيه دي؟ واحده طول عمرها مستخبيه ورا نظاره سوداء عشان عينيها كان منظرها قبيح جدا. طب ما ده مدخل انساني تخش بيه، تخش في الفيلم، تودي حد. الست العملاقه دي ازاي هي كانت بتشبع عطش الناس كلها لفنها وهي بتتألم، عندها مرض صعب جدا بيأثر على صوتها ومأثر على عينيها ومأثر على شكلها كأنثى. ما لعبتش ليه عليه كده؟ ولما لعبت عليه في الاخر الفيلم وقلت ادويه ومش ادويه وشعري بيقع وبلبس نظاره ومرايه ومش مرايه، برضو جايب عينين منى زكي هي. انت بس مركب لغد، يعني ياخد الراجل اللي عامل المكياج والسيليكون والحاجات اللي في الوش ياخد اوسكار اسوأ مكياج في التاريخ. ايه ده؟ انا كنت واثق في مروان حامد، واثق في اختياراته، واثق. دي مش منظر صوره تتعرض. انا مش لازم اقول لك ده لازم تبقى تيبيكال ام كلثوم، بس مفيش روح ام كلثوم، مفيش شكل ام كلثوم. عينين منى زكي فتحها طول الفيلم، صوتها الغبي اللي اتدرب عليه اللي هو التطجين والتضخيم في الصوت والصوت الغليظ، صوت منفر. انت طول الفيلم تسمع صوت منفر، صوت واحد بينهق، صوت ذكوري خالص. وعينين منى زكي اللي احنا عارفينها. ايه السطحيه دي؟ ايه ده؟ ايه الضحاله دي؟ ايه السطحيه دي؟ الواحد يعني كان عنده اعتقاد ان مروان حامد عميق وان احمد مراد ده اسمين تقال في السيناريو وفي الروايه وفي الاخراج،
انت خلاص هتبقى مطمن. دي سقطه فنيه رهيبه، سقطه فنيه مرعبه. سيبك بقى من اللي يطلع اللي عنده 20 سنه والجنزي واللي يقول لك يا ده القطعات، ده المونتاج، ده الموسيقى، ده هشام نزيه. دول عندهم خبره وثقافه بصريه ضحله. انت ممكن تكسبهم بشويه قطعات سريعه اللي ممكن يشوفوها على الانستجرام ولا يشوفوها. مش هو ده السينما. السينما فكره. انت بتلعب على فكره، بتلعب على كتابه، بتلعب على هدف، بتلعب على سيناريو، بتلعب على قصه. بره السينما هي فن الحكي، حكي القصه. مفيش حكي القصه، والقصه اللي تم طرحها في فيلم والسيناريو والفكره قبيحه وخبيثه. الفكره اللي اتعملت عن ام كلثوم قبيحه وخبيثه. يعني الانسانه اللي من طفولتها تتمتع بانانيه وانتهازيه وقسوه وغلظه، والكلام ده استمر معها. الانتهازيه دي ابتدت تهدد ابوها بان هي مش هتديله فلوس، وتهدد اخوانها مش هتديله فلوس، وتهدد العازفين ان هي مش هتشغلهم لو هم ما انتخبوهاش نقيبه للصحفيين. تهديد في اكل العيش والرزق من واحده بتمتلك الاقدار الناس اللي حواليها. تهديد للملحنين، عماله تتلاعب على الزيجات، وفي الاخر يقول لك احنا ركزنا عليها كانسانه. انسانه فين انسانه دي؟ وام كلثوم قاعده لوحدها في الفيلا لوحدها عشان جايب لها كلب، مش لاقي حد، عندها وحده ايه؟ ده انت لو شفت النتاج الفني بتاعها على مدى حياتها لن يكفيها ورش عمل كل يوم، لن يكفيها عشان تطلع غزاره الانتاج ده سلوى حجازي الله يرحمها المذيعه المصريه لما سافرت معاها باريس في حفله الاولمبيا وبتاع، بتسالها ايه رايك في باريس ومش ايه رايك ده؟ تقول لها والله لطيفه الازياء، تقول لها والله جميله المراه الفرنسيه برضو شيك وكده. قالت لها طب ايه اللي احسن حاجه عجبتك في فرنسا؟ ده ليه لو هي بقى انسانه بهذه الانتهازيه وبهذه الانانيه وبهذا الطمع وهذه الغلظه، كانت قالت لها انا نزلت بقى الشانزليزيه ورحت البوتيكات ورحت بقى البراندات واشتريت، واخد بالك ازاي؟ وكانت يعني تباهت بالاستهلاك المادي. لما عملتش كده، لما سالوا حجازي قالت لها اكتر حاجه عجبتك في باريس ايه او في فرنسا؟ قالت لها تفتكر الرد يكون ايه؟ قالت لها المسله المصريه، المسله الموجوده في ميدان الكونكور، المسله المصريه. تخيل. تقول لها ليه؟ تقول لها عشان بتاعتنا، حته من مصر. ده رد واحده تبقى بخيله، ده رد واحده تبقى غليظه، ده رد واحده دي رقيقه وراقيه، ده رد واحده بالغلظه والعدوانيه والانتهازيه والطمع والانانيه اللي ظهرت في الفيلم دوت. موضح لي في الفيلم ان هي عماله تدخن باستمرار وبتاخد ادويه الغده الدرقيه فيها كحول. يعني هي مدمنه كحول، مدمنه سجاير وانانيه وانتهازيه، وعندها سطوه وغلظه وبتهدد الناس في ارزاقهم. ايه ده؟ ايش يقول لك واحد يقول لك ده ما هي كانت كده، انا شايفها كده. احمد مراد انت شايفها كده لنفسك، ما تقدرش تبين الصوره دي للشعب المصري، ما ينفعش تبينها للناس اللي بتعشقها. دي رمز، مش عايز اقول لك تعليها ولا تبقى مثلا من الانبياء ورضي الله عنها، لا. بس انا لو هي بتشرب سيجاره ما فيش مشكله، بس انا بقول لك تاني الفريم اللي اتبروزت فيه في السيناريو من اول المشهد وهي طفله، واحده بتطف في الازازه بتاعت الكازوزه عشان اخوها ما يشربش منها. اي انسانه بقى دي تتوقع منها يعني ده المشهد. وبعدين الاول الانترو بتاع الفيلم يروح جايب تسجيل حقيقي لأم كلثوم مقتطع من سياقه، تقول فيه ايه؟ اتخيل مسرح انا المغنيه الوحيده فيه، الصوت الوحيد فيه. بص الانانيه. يعني انا مسرح ما حدش يغني غيري، ما حدش يسمع حد غيري، مقطوع من سياقه ومحطوط في الانترو. يبقى هو بيبين دي انا بتكلم عن واحده طماعه، واحده انانيه. في المشهد بتاع الطفوله يروح مصدر لك ودافع لك بالسيناريو بالانانيه بتاعتها في الموضوع الكازوزه. توصل القاهره مش بتبص لواحده جايه من الارياف بقى مبهوره، لا، دي واحده عندها يعني طمع بعد جوع، مساومه في النسبه، مساومه في كل حاجه، بتقاول الناس على ارزاقها. لا. وبعدين تقول لعازف العازفين اللي عايزين ينتخبوها، تقول لهم لو انتوا ما انتخبتنيش فاكرين ان انا هجيبكم تاني في حفلاتي؟ انسى. ايه ده؟ دي واحده بياعه سمك، معلمه في شادر سمك. انسى. ايه السقيه دي؟ ايه السقيه؟ ده انت تم رسم شخصيه ام كلثوم في اسوأ صوره ليها، وده
ما يخليش القطعات هو طبعا البطل في الفيلم ده هو احمد حافظ المونتير، عمل شغل مونتاج حلو جدا، المونتاج حلو جدا. بس مونتاج حلو لايه؟ ما هو الناس المبهوره، الناس اللي هي سنها صغير وجيل جديد المبهوره بالتقطيع اللي حصل في الحفله بتاعت باريس، مبهور بايه؟ ده انا اول ما ظهرت منى زكي انا صدمت. ماشي الانترو حلو قوي، تعالى بقى شو اول ظهور لمنى وهي متخشبه وقاعده عامله زي الخشبه كده، وهي ام كلثوم كانت كده، ام كلثوم كانت كده. الفيلم ده زي ما قال محمد صبحي فيلم مسيء، وفيلم عباره عن خيبه امل. وانا شايف ان هو انا عمري ما استعملت لفظ سقطه فنيه، يعني ما استعملتوش خالص، بس الفيلم ده سقطه فنيه، سقطه فنيه شنيعه مروعه. الفيلم ده اثبت ان ام كلثوم اكبر، عامله زي الطوفان اللي ابتلع الاقزام اللي ابتدوا يتطاولوا عليها في الفيلم. حب الناس لام كلثوم، حب الناس الكبير لام كلثوم وقيمتها الكبيره، هذه الاسطوره بتخليها، يعني حب الناس بتخلي اي محاوله مش مدروسه، مش هقول خبيثه، اي محاوله مش مدروسه للتناول سيرتها بطريقه غير لائقه، المحاوله دي بتحترق، ويحترق من يقوم بالعمل ده. اللي اشتركوا في عمل الفيلم ده في الست خسروا كتير، خسروا كتير، لان هم مش عارفين هم كانوا هم بيتعاملوا مع مين؟ بيتعاملوا مع اسطوره، والاسطوره دي مش مسنوده بكتب تاريخ بس، دي مسنوده بحب الناس. ده شيء خطير، ده شيء مرعب، ما تقدرش تقرب، انت ما تقربش من قلوب الناس وتعك فيها، ما تقربش من قلوب المصريين وتعك فيها، ما تقربش من قلوب المصريين وتجرح فيها، لا انت مش هتطلع سليم يا احمد يا مراد ويا مروان حامد. ما تخربش وما تجرحش في قلوب المصريين بالطريقه اللي انت سوقت بيها سمعه وسيره سيره الغناء العربي، حاول تطلع منها سليم، لا مش هتطلع منها سليم. فدي سقطه فنيه لن تغتفر، سقطه فنيه لن تغتفر. ورحم الله سيده الغناء العربي السيده ام كلثوم.